الطب الفيزيائي والطب الوظيفي كان في صلب أشغال مؤتمر بالدار البيضاء حضره مختصون مغاربيون ومن بلدان أخرى بهدف تبادل الخبرات والوقوف عند مستجدات هذا التخصص. سارة كثير ومحمد علوي. تنظيم هذا المؤتمر يدخل ضمن التكوين المستمر للأطباء المختصين في الطب الفيزيائي والطب الوظيفي ببلادنا، خصوصا فيما يخص التشخيص والترويض في حالة إعاقة. وقد أصبح الطب الفيزيائي والطب الوظيفي من الفروع الطبية التي تزيد أهميتها يوما عن يوم، فهو يستعمل في معالجة كثير من الأمراض كأمراض نظام الحركة. كنشاركوا معنا جميع الأطباء المختصين في الميادين اللي كيتكلفوا بإعاقة أي نوع كان، ومعنا كذلك أطباء أكفياء من الدول المغرب العربي، الجزائر وتونس، ومعنا عاوتاني دي زيكسبير اللي جايين من دول أخرى من فرنسا. وسيمكن هذا المؤتمر المشاركين من وضع اليد على أهم المشاكل التي تعترض الطب الفيزيائي والطب الوظيفي في بلدان المغرب العربي، فالتخصص لا زال حديثا ويتطلب المزيد من تبادل الخبرات. السبيسياليتي نتاعنا مازالت لي جون ومازال الطريق قدامنا كبير، دونك لازمنا الكلنا نتلاحموا كسوا في تونس احنا في بعضنا والا مع بعضنا المغاربه والتوانسه والجزائريه باش ننهضوا بالاختصاص هذايا اللي هو اختصاص ما هوش معروف بالباهي في العالم اجمع، الطب الفيزيائي والتاهيل الوظيفي. ويهتم الطب الفيزيائي والطب الوظيفي برفع مستوى جودة حياة المرضى والمعاقين إلى مستوى حياة الأصحاء، لكن العلاج يتطلب وقتا وصبرا طويلين.